في الفيديو ده عايزين نبدأ نتكلم ازاي ان احنا نعمل ماتيريال حيطة زي دي. هي ماتيريال الحيطة دي هي ماتيريال حيطة عادية، دهان عادي بلون، بس اللون بتاع الديفيوز لو جينا نحلله كده لان في اكتر من لون وفي درجات للبامب مختلفة، فنبدأ ان احنا نشتغل على درجات البامب المختلفة اللي موجودة عندي دي. تعالوا نشتغل واحدة واحدة مع بعض. هفتح الماتيريال وهجيب الماتيريال اللي انا اديتها كلر الجراي دي، وهجيب من تحت كده فيراي كلر. فيراي كلر ده هو ده اللون بتاع الحيطة اللي انا عايزه، اللي انا هحطه. طب ليه حطيته بره؟ عشان هدمجه مع حاجة تانية. ايه الحاجة التانية دي؟ هروح اجيب بقى تكتشرز كده، افكر في الفايل بتاعنا. شايفين مثلا صورة زي دي ممكن استخدمها في البومب بتاع التكتشر بتاعتي، فهاخدها عشان استخدمها في البومب. صورة مثلا زي دي ممكن اخد بيها مناطق غامقة وفاتحة في الحيطة، فهاخد صورة زي دي عشان ادمجها واخد بيها مناطق غامقة وفاتحة. ده لو انا عايز اعمل الفيلفت مثلا او الدهان اللي هو فيه تأثيرات، ممكن اخدها اصلا اعمل بيها تأثير في الديفيوز. ده لو انا عايز اعمل كراكس في الحيطة، يعني خلينا برضو ناخدها نجرب بيها حاجة كده اهوت، اشرح لكم عليها حاجة. ودي لو انا عايز بيها البوينت. تعالوا واحدة واحدة كده اهوت نشوف هنعمل ايه بالصور دي. مبدئيا الصورتين دول هدمجهم مع الصورة اللي موجودة عندي دي علشان خاطر ابدأ ان انا اشتغل على الديفيوز. فهروح اجيب composite map وهبدأ ان انا احط ده layer 1 واحط ده هنا في الديفيوز. ومن composite map هضيف ال two layers، اللاير الاولانية دي وهنزلها على اللاير اللي موجودة عندي as multiply، فهنزل المناطق الغامقة اللي موجودة فيها. بس مهم جدا ان انا طالما عملت كده ان انا اشوف سكيلها على الحيطة شكله عامل ازاي. خلينا ننزل ده هنا ونعمل شو، وممكن ناخد الحيطة دي لوحدها بقى كده، نعمل Alt Q ونحط عليها UVW map ونخليه بوكس بحيث ان احنا نشوف الدنيا عاملة ازاي. طيب هروح للصورة اللي انا هضفتها دي، وفي التايلنج بتاعها هزود التايلنج مثلا 2 و2. اوكي، هضيف لاير 3 ولاير 3 برضو عايز اضيف بس المناطق الغامقة اللي موجودة، فهنزلها برضو ملتبلاي. ممكن اخلي بس لاير 2 تبقى 70% علشان متبقاش تأثيرها واضح اوي كده، ودي 80%. اتس اوكي كده. انا ديفيوز تأثير الديفيوز الدنيا لطيفة، بس ممكن افتح بس درجة الجراي حاجة بسيطة كده عشان تظهر شوية التأثيرات اللي فوقيه. يعني ستيل انا حاسس ان الموضوع تقيل قوي، فهخلي دي 50 وهخلي دي 60، وممكن نصغر دي كمان شوية خليها 3 مثلا و3، ودي برضو ليها 4 و4. بيرفكت. يعني الى حد ما انا كده عملت ايه؟ ضفت التفاصيل في الحيطة بتاعتي. هرجع تاني هنا وهروح بقى اجيب البومب، فهجيب واحدة زي دي كده احطها في البومب. لا، انا في البومب هحط حاجتين، هعمل ميرج ما بين الايمج دي مع دي، فاجيب برضو composite map واحط دي كلاير 1 ودي كلاير 2.
هضيف لاير تانية وهقول له دي لاير 2، وهاخد ده كده احطه هنا. طبعا احنا بنشرح بالتفصيل ايه الكومبوزيت ماب وايه اللايرز اللي موجوده فيها وتفاصيلات الكلام ده كله في كورس الادفانسد، بس احنا هنا بس مجرد انها تطبيق للكلام دوت، فبنطبقه بس بصوره سريعه. انا عارف ان ممكن اكون ما بشرحش قوي ايه تفاصيل كل حاجه من الحاجات اللي انا بعملها، بس مجرد ان انا بعمل ابلكيشن علشان تستفيدوا لو انتوا هتمشوا ورايا بالظبط في الحاجات اللي انا هشتغل عليها. بصوا هنا في الكومبوزيت ماب لما بحط تو لايرز وابدا ان انا اشتغل عليهم، هنا ممكن ان انا اعمل طبقات من البامب. يعني ايه؟ يعني بص كده، لو انا خدت اللاير اللي هي بتاعت الكراكس دي وحطيتها في لاير 3، هنا هتلاقي اللي بيحصل ايه، ان الكراكس هنا سيطرت على السين كله. فلو نزلتها ملتبلاي كمان هتبدأ تندمج مع اللي تحتيها، فتبدأ تظهر عندك بص هنا حاجات مش ما فيهاش التأثير بتاع البامب اللي تحتيها اهو. شايفين؟ لو انا كمان زودت قيمة البامب شوية، طبعا هو لو انا زودتها هتبقى اوفر قوي، بس يعني خلينا نزودها بس كده عشان تشوفوها. شايفين كده التأثير عامل ازاي؟ الكلام ده كله هيظهر معايا بقى ايه بطريقة مظبوطة جدا وانا بعمل وانا برندر فاينل. دلوقتي بس انا هظبط المقاسات، فانا بحط يو في دبليو ماب مرة واحدة بس، وبعد كده بظبط كل التكتشرز عليها. فهقول له 5 و5 لان ده البامب الصغير خالص، وده كده عايزه يبقى كراكس كبيرة شوية بس مش قوي كده، يعني خليها مثلا 3 و3. اتس اوكي. هتبدأ انها تبقى زي نقرات صغيرة في السين في اللقطة بتاعتي، وكمان مش هبقى عايز انها تبقى باينة قوي كده، ان هي كده هتبقى اوفر. فممكن ان انا اخليها 60% بس. اوكي، تعالوا كده نتست حتة صغيرة ونشوف هتبقى عاملة ازاي. نجيب ريجن ريندر ونعمل ريندر هنا. زي ما انتوا شايفين كده التفاصيل بتاعة الحيطة ظهرت معايا بشكل حلو جدا. ده اللي انا عايز اوصل له. جربوا اعملوها، وفي الاخر هنعمل فاينل ريندر.